السلام عليكم الاخوات والاخوان، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي ندويو على السفر بالليل او لا السياقه في الليل. معروف بانه السياقه في الليل كتكون اكثر صعوبه من السياقه بالنهار. علاش؟ لان الانسان مولف مثلا كينعس بالليل، داكشي علاش كتجي السياقه صعيبه. شنو اللي مفروض عليا انني ندير؟ اول حاجه خصني ضروري نراقب الحاله الميكانيكيه ديال العربه ديالي، نراقب كذلك العجلات بانهم منفوخين، وضروري يكون فيهم 3 كيلو بار ونص، واذا كانت عندي حموله زايده نزيد لهم واحد شويه. وكذلك العجله الاحتياطيه خصها تكون في حاله جيده ومنفوخه اكثر انتفاخا مقارنه مع العجله الاكثر انتفاخا. بمعنى اذا كان عندي 3 بار ونص خصها تكون فيها 4 بار. ونراقب ادوات تغيير العجله واش كاينين عندي، الكريك والساروت، وكذلك مثلث التنبيه المسبق. هاد الحويجات كاملها ضروري انني نراقبها. واثناء السير ضروري انني كل ساعتين نوقف ربع ساعه باش نرتاح، وباش انني نمشي وانا مطمئن للطريق نوجد خط السير ديالي، بمعنى عارف راسي نقطه الانطلاقه ديالي ونقطه النهايه، وكذلك عارف الطريق اللي غناخذ وفين غادي نرتاح. والا حسيت بالعيا اولا بالنعاس، خصوصا النعاس، هنا بزاف ديال الناس كيقولك باش انني ما نعس في الطريق خصني نشرب قهوه ولا قهوه مالحه اولا نغسل وجهي. لا، هادشي كامل ما كيعوضش انني ما كيعوضش نرتاح. اين فوا غادي نحس براسي عييت اولا شدني النعاس، ضروري انني نوقف ونعس. والله يسلم الجميع يا ربي.